أمام مدرجات فارغة وطقس بارد، استطاع فريق مولودية الوهران فرض طريقة لعبه خلال المقابلة التي جمعته بفريق شبيبة بجاية. هذا الأخير لم يحسن استغلال الفرص المتاحة في الدقائق الأولى من المقابلة. المولودية زعزعت صف الدفاع البجاوي خاصة عن طريق الرباعي عواج، داود بوعبد الله وبرجة وبلايلي المتألق الذين أحسنوا في تفكيك العناصر الدفاعية وخلق الثغرات لعل وعسى تتاح الفرصة الذهبية. عجز الهجوم الوهراني عن تسجيل هدف السبق خلال 30 دقيقة من الشوط الأول أرجع الثقة لعناصر الشبيبة التي كادت أن تسجل لولا براعة الحارس غول للمولودية وخط الدفاع بقيادة اللاعب زبير وسطي. المقابلة صارت على نفس الوتيرة إلى حين الدقيقة 44 موعد الهدف الأول الذي جاء عن طريق اللاعب عواج بعد تمريرة من داود بوعبد الله. الشوط الثاني كان أكثر حركية من طرف الشبيبة التي ضيعت أهدافا محققة في الدقائق الأولى من هذه المرحلة. الإرهاق وعدم التركيز حال دون الوصول إلى المستطيل الوهراني رغم محاولات قسم وثلة خط الهجوم. وفي الدقيقة 60 الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ماروسي من الشبيبة. اللاعب يتواصل على أشده وضربة جزاء يعلنها الحكم لصالح الشبيبة في الدقيقة 65. النتيجة تصبح متعادلة، إصابة في كل شبكة. ضربة جزاء كانت من تنفيذ اللاعب جونغ. اللاعب يتواصل وبلايلي من المولودية يضيف الهدف الثاني بعد سلسلة من المراوغات في الدقيقة 83 والمقابلة تنتهي بنتيجة 2-1.